السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام، إن شاء الله تستفادوا منه جدا جدا النهاردة، وهيفيدكم في تربية الحمام جدا جدا، لأن كل الناس بتعاني مع الحمام من أمراض الشتاء، الأمراض التنفسية والأمراض المعوية، لأن في الشتاء بتكتر الفيروسات وبتكتر العدوى. عافانا الله وإياكم. إن شاء الله جايلكم بالحلين النهاردة، حل قلة الإنتاج عند الحمام، والحل التاني الأمراض التنفسية وتفشي الأمراض في الشتاء. إن شاء الله النهاردة هقول لكم على الحلين في نفس الفيديو. الأول كده نشوف الإنتاج بتاعنا ونتيجة التعب. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما حضراتكم شايفين كده. لو حد متابعني، طبعا المتابعين بتوعي عارفين ان انا الفيديو اللي قبل السابق ده خدت البيض بتاع الحمام الكشك وحطيته تحت الحمام الباكستاني، واخدت بيض الحمام الباكستاني اللي عندي حطيته تحت الحمام اليمني اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. ده اسمه حمام يمني مغرد رائد على حمام باكستاني، لان انا خدت بيض الحمام الكشك حطيته تحت الحمام الباكستاني. هوريكم الحمام الباكستاني دلوقتي. حضنته لان الحمام الكشك طبعا كل اللي عارفينه بيربوا حمام مش بيأكل كويس، لانه قواطع. الفم الحمام الكشك بيبقى صغير شوية، فمش بيأكل كويس. فاخدت بيض الحمام الباكستاني وحطيته تحت اليمني، وبيض الحمام الكشك حطيته تحت الباكستاني. طبعا اللي بربوا حمام فاهميني وعارفين انا بقول ايه. طبعا الفيديو ده لاي حد بيتعلم. اهو ده الحمام الباكستاني اللي بقول لكم عليه. بسم الله ما شاء الله. انا اخدت البيض بتاعه وحطيته تحت اليمني اللي حضراتكم شفتوه من شويه، وده بيض الحمام الكشك خرج واحده بس، اللهم بارك، زي ما انتم شايفين. ده نتيجه التعب ونتيجه التحضين. بسم الله ما شاء الله. ده فرخ كشك طالع من تحت الحمام الباكستاني، والتانية لسه ما خرجتش. قولوا اللهم بارك يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الجوز ده حنين جدا، عنده قدرة ان هو يأكل 2 و3 مع بعض ما شاء الله. فانا لما لقيت عندي لما لقيته مخرجش بيضة ويعني لحد دلوقتي ما خرجتش معاه، فجبت جوز تاني حطيته تحتيه، وبسم الله ما شاء الله مأكله مهوت وملبن كويس. ملبن يعني مأكل التلبين ده، بيبقى زي السريلاك كده، سبحان الله. خدت البيضة بقى اللي كانت تحت الباكستاني اللي انتوا شفتوها من شوية، حطيتها تحت الجوز الرومي ده، اما نشوف هتخرج ولا لا، لان هو كان تحته جوز. انا خدت الجوز اللي تحتيه وحطيته تحت الباكستاني. وريت تكونوا فاهميني وما تلخبطوش. نيجي بقى للوصفة بتاعتنا النهاردة. النهاردة جايبالكوا عشبتين مهمين جدا جدا لصحة الحمام طول الشتاء. لو حطيتوا العشبتين دولت للحمام طول الشتاء مش هتعانوا معاه من الامراض ابدا ابدا يا جماعة، وهيزيد عندكم الخير والانتاج. انا طبعا مسكت اول عشبة اللي هي حبة البركة، وما ادراكم مع حبة البركة. حبة البركة اللي هي الحبة السوداء، دواء لكل داء الا السام اللي هو الموت. حطيت حبة البركة على الكلفة وقلبتها كويس، السودة اللي انتوا شفتوها من شوية دي، بس ما جاتش اللقطة بتاعت تقليب حبة البركة مع الكلفة، اتمسحت من عندي. هنا بقى انا هحط الليمونة. هعصر الليمونة على كل مسقة نص ليمونة زي ما حضراتكم شايفين كده، وهحط شوية زنجبيل. يعني هحط معلقة صغيرة من الزنجبيل اهي، معلقة صغيرة من الزنجبيل على كل لتر مية. المسقة دي كبيرة بتشيل حوالي لتر زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنقلبه كويس وهنسيبه للحمام يشرب منه. وطبعا الباقي هيفضل منقوع. ويفضل الزنجبيل في الماء البارد احسن من الماء الساخن عشان ما يسببش حرقة في المعدة وكده. الزنجبيل في الماء الساخن بيسبب حرقان في المعدة. تمام يا جماعة، دي معلومة انا عرفتها جديدة، وياريت الكل يعني كله يعمل بيها، سواء للبشر او للطيور او لاي حد. ننقع الزنجبيل من قبلها. انا كنت مستعجلة بصراحة فحطيته، وهم يشربوه بقى بمية باردة كده وبالشفا ان شاء الله. الحمد لله بفضل الله ما عنديش حاجة، بس انا بحاول ان انا اقدم لهم الحاجات دي على طول، علشان الوقاية خير من العلاج. طبعا الزنجبيل معروف
بان هو بيقي من الامراض التنفسية وبيعالج برضو الامراض التنفسية، بيخلي الحمامة ما فيش في صدرها اي مخاط او اي بلغم، عذرا يعني. وما بيخليش عندها اي امراض تنفسية او امراض معوية، لانه مضاد فيروسي ومضاد بكتيري قوي جدا. كذلك حبة البركة. حبة البركة يا جماعة شفاء لكل داء، مذكورة في الطب النبوي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام. السام اللي هو الموت. طبعا مرض الموت ده مرض ملوش علاج طبعا لما بيجي. ربنا يطول في أعماركم جميعا. لكن الحبة السوداء شفاء لكل داء، بتعالج كل الأمراض، مضاد فيروسي، مضاد بكتيري، بتعالج الربو، بتعالج الأمراض التنفسية سواء للبشر أو للطيور يا جماعة. بتساعد على زيادة الإنتاج. زي ما انتوا شايفين كده، غيرت له العش تحتيه لأنه كان لسه مخرج، فأنا خفت إن أنا أغير العش وأنضفه فما يرقدش على البيض زي ما حضراتكم شايفين كده. الحبة السوداء زي ما بقول لكم دواء لكل داء، مضاد فيروسي ومضاد بكتيري، وبتقي وبتعالج الربو والأمراض التنفسية، وما بتخليش مخاط على صدر الحمامة أبدا أبدا. وكذلك منظف للكبد ومنظف للكلى، وبتساعد على تنشيط الدورة الدموية وتدفئة الحمام في الشتاء، بتمنع الجلطات يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. يعني حبة البركة دي كنز موجود في كل بيت. لو ترش منه كده على كل أكلة محدش هيحس بيها، والأطفال هياكلوا والكبار هياكلوا، وتستفادوا من الخصائص العلاجية والوقائية لحبة البركة. بسم الله ما شاء الله. كمان بتعالج الأمراض السرطانية، الناس اللي بيأكلوا علف ساعات وبيظهر عندهم أورام في الطيور، بسم الله ما شاء الله، دي بتقيهم من الأمراض السرطانية. يعني بتحافظ على الخلايا السليمة. أنا كنت حاطه لهم حبة البركة اهي زي ما حضراتكم شايفين وبياكلوها. بسم الله ما شاء الله. أقول اللهم بارك يا جماعة. حبة البركة دي لا غنى عنها لكل البيت، كل بيت. يعني الزنجبيل وحبة البركة دول طول الشتاء أنا عندي مش بقطعهم أبدا. يعني بحب أشرب الزنجبيل بالليمون على طول، ولو عندي عسل بحط. زي ما انتوا شايفين كده كانت مخرجة واحدة بس، وانا البيضة التانية خدتها حطيتها تحت الجوز الرومي، وخدت من عنده الفرخين اللي خارجين او الزغلولين اللي خارجين، لان هو اول مرة يبيض واول مرة يخرج فمش بيأكل كويس. ده طبعا بعد من انتاجنا كده. يعني الحمام راقد بسم الله ما شاء الله، قرب يخرج بسم الله ما شاء الله. ده نتيجة الاهتمام بالحمام. وياريت النهاردة يكون الفيديو عجبكم، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.